السلام عليكم متابعينا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم طريقة الكنافة الخشنة. طبعا انا عم بضحك لانه بصراحة هي ثالث او رابع مرة بعيد صوت الفيديو، كان في مشاكل بالصوت فبضحك على حالي. ما عليكم. اول شيء عندي 800 جرام من شعر الكنافة. شعر الكنافة طبعا هو الشعر الخشن يعني، ونحن عم نسوي اليوم كنافة خشنة، فراح انزل فوق هلا 100 جرام من السكر البودرة. اذا ما عندكم سكر بودرة بتطحنوا، يعني لا تستنوا راح اقول لكم بصير بالسكر العادي. تطحنوا شي 100 جرام على الهون او على باي طريقه بتحبوا فبمشي الحال. المهم رح نخلطه. طبعا ليش سكر؟ مشان ما افوتكم بالمعلومه، السكر هو بيعطي اللون الاشقر للكنافه، غير هيك ترى الكنافه ما بتلون لحالها، يعني مشان اذا انتم بتفكروا انه الكنافه لحالها هيك بتصير لونها احمر. المهم بعد ما خلطنا السكر مع الكنافة رح ننزل هلا الزبدة ايش كان اسمها هي؟ الصينية. رح ننزل الزبدة بالصينية عنا. طبعا للمعلومة، الشيء اللي بفرق بنكهة الكنافة هي الجبنة والزبدة، يعني قد ما كانت الجبنة والزبدة نكهتها طيبة فبتفرق بالكنافة. الكنافة هي كنافة بالنهاية، شعر الكنافة ما رح يفرق معكم بالطعم ولا 1%. المهم مثل ما انكم شايفين. وطبعا للمعلومة انا هون ما قصيت لكم الفيديو ابدا، لاني بصراحة كان في ناس او شفت ناس يعني كانت عم تكتب لي ومفكرين انه موضوع الكنافة هي اختراع الذرة. فبكرر وبقول لاني انا نزلت كنافة قبل هيك. الكنافة طريقتها جدا سهلة، بس لازم تنتبهوا على بعض النقاط البسيطة حتى تعتبر. مثل ما شفتوا بعد ما مدينا اول وجه من الكنافه كبسناها كتير منيح، وراح ننزل هلا طبقه الجبنه. طبعا انا هون جريت الطاوله، انا صار لي وصلت لنص الفيديو وتذكرت نسيت اجر الطاوله. المهم راح نكبس الكنافه ننزل فوق الجبنه. والجبنه اللي بده يسال عن نوع الجبنه، اي جبنه بتصير للكنافه، اي جبنه يعني للمعلومه ترى ما في نوع محدد، بس اهم شيء تكون الجبنه من دون مي ومن دون ملح. نوع جبنه كويس. نحن بصراحه بنختار الجبنه عاديه، بس لازم تكون من دون ملح. طبعا طعم طيبه يعني، مو انه عاديه انه خايسه. الجبنه منيحه بس من دون مطه نحن عنا. فشي اذا بتحبوا المطه بالكنافه شي راجع لكم، في انواع جبنه غير. مثل ما انكم شايفين راح نمد الجبنه، واهم شيء انه الجبنه بهالمرحله ما توصل لحراف الصينيه. يعني حراف الصينيه اذا وصلت لهم، لانه نحن راح نقلبها بعد تقريبا شي 15 دقيقه ما نفوتها على الفرن، راح نقلبها. اذا وصلت الجبنه لحراف الصينيه وكمشت فخلص اعتبروا الكنافه عليها السلام، يعني ما راح تزبط معكم، راح تخرب وراح تتشقف معكم على القلب. المهم مثل ما انكم شايفين هيك لازم تكون المسافه بين الصينيه والجبنه. هلا راح ننزل طبقه الكنافه الثانيه، وكمان نفس العمليه راح نكبس نمد كلها طبعا بنفس المستوى، نكبسها كتير منيح. وهون بهالمرحله لازم تتاكدوا انه الكنافه او شعر الكنافه بالطبقه الثانيه نزل على الزوايا كتير منيح، يعني ما عفله مجال للجبنه تطلع على زاويه الصينيه او تلزق بالصينيه. مثل ما نكون شايفين هاي النقطه لازم ننتبه عليها كتير منيح. يعني الحراف بكونوا بالمرحله الثانيه اهم من الوسط بكتير، يعني حتى لو الوسط كانت الجبنه باينه على فكره، يعني هي بالنهايه راح تنقلب، وحتى لو لزقت بالمرحله الثانيه فما عندكم اي مشكله. وهيك بعد ما مديناها مثل ما قلت لكم كبسه هيك كبستين مرتبات. طبعا لازم تكبسوها تكبيس منيح الكنافه مشان ما تنفش. مو هي ما راح تنفش، بس مشان ما تهرهر معكم وتصير شقف على القلب. وهيك بننفض ايدينا فوقها. طبعا عم بمزح معكم، ايدي نضاف طبعا في كفوف. وهيك صارت كنافتنا جاهزه. وهلا تقريبا بعد 15 دقيقه من الفرن رح اقلبها. شوفوا كيف اخذت لون لحالها ما شاء الله. طبعا مو لحالها، مع السكر عشان ما حدا يكذب عليكم. ورح نقلبها ونراجع على الفرن تقريبا شي 10 دقائق. يعني الطبخ او الخبز بالفرن كله بياكل تقريبا من 25 دقيقة ل 30 دقيقة، بس لازم يكون الفرن أكثر من درجة حرارة 200، لأنه الكنافة يعني بكل وصفاتها لازم تنطبخ
او لازم تنخبز على درجات حراره عاليه، يعني 200 220 240 260 ماشي، بس اذا كانت درجه الحراره عاليه كثير تفقدوها مشان ما تحترق. المهم، وهلا رح انزل فوق القطر صراحه ما حبيت اوجع لكم راسكم فيه، لاني يعني كثير ناس بتعرف تساوي، واللي ما بيعرف يساوي او اللي ما بتعرف تساوي القطر، ف50% مي و50% سكر، يعني كاسة مي مقابلها كاسة سكر، والمكونات الباقية اللي بدكم تضيفوها او اللي بتحبوا تضيفوها شيء اختياري، مثل ما ورد او ما زهر، يعني شيء اختياري. كمان منكهات بتكون كتير طيب. وهيك صارت كنافتنا جاهزة. طبعا لازم نشبعها بالقطر كتير منيح لحتى نشوف القطر وصل للأرضية او خلص كفايتها من القطر، رح تبين عليكم وما بدغشكم ان شاء الله. هيك صارت جاهزة للتقديم. بتحبوا تزينوها بفستق، بتحبوا تزينوها بجوز، طبعا المعتمد فستق هو. وهي كانت وصفة الكنافة، وصفة جدا بسيطة. قصيت لكم صراحة أنا بس وقت الخبز، ما قصيت لكم كتير من الفيديو، وأنا يعني مع التصوير أكلت معي شي 5 أو 10 دقائق، أو ما في 10 دقائق، 7 8 دقائق بالكتير مرحلة التحضير طبعا من عدا الخبز. وهيك كانت الكنافة جاهزة للتقديم. شكرا على المشاهدة ويعطيكم ألف عافية أخواتي. وبما أنه وصلتوا معنا لهون للفيديو، لا تنسوا تسووا لايك، وإذا في شيء نسيت أنا أحكي لكم إياه بالفيديو فاكتبوا لي إياه بالتعليقات إن شاء الله، فأشوف تعليقاتكم كلها وبرد عليها. شكرا على مشاهدتكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله. Açın.